سلام البنات، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تصبحوا وتربحوا ان شاء الله. اليوم معكم البنات في واحد الفيديو رائع، واحد الدعاء من الله سبحانه وتعالى هبه لينا، وفيه رزق وخير كتير. لو تعرفوا شنو فيها البنات تعودوا تديروه الصباح وعشيه، شي حاجه رائعه وعن تجربه البنات. انا نوعدكم اي وحده تحلم يكون عندها بيبي او دري صغير او طفل، تنجب طفل يعني ومحروم من كلمه ماما، ومحروم من ديك النظره الاولى ديال الوقوف ديالو، وديك النظره ديال الزحف ديالو الاولى. نوعدكم من بعد الله، اكيد البنات من بعد الله غادي تحملوا في هذا الشهر ان شاء الله، ولكن البنات ديروه بالطريقه الصحيحه اللي غادي نعطيكم. قبل ما نبدا معكم في هذا الفيديو نحب نرحب بالقدامات الجدادات وكاع اللي في القناه، ونقول لكم داركم كلكم على راسي، غنقولوا بيزو، تصبحوا وتربحوا ان شاء الله. المهم البنات، هذا واحد الاستغفار اللي كالسحر البنات، وهذه آية قرآنية، ماشي البنات يعني ماشي دعاء، ماشي يعني هذا حديث تقدر تقولي ماشي صحيح ولا تشكي فيه ولا يكون ضعيف، لا، هذا البنات صورة قرآنية من سورة نوح عليه السلام، رائعة في الإنجاب البنات، وفي جلب المال، وفي جلب الرزق. هذه الآية البنات كل هذا الدعاء كله خصوبة، يعني لا اللي بغات تخدم ولا اللي بغات فلوس ولا اللي بغات تفتح مشروع ولا أي حاجة بغيتيها توجهي لهذا الدعاء، ولكن بالطريقة اللي غنعطيك، وغتشوفوا معجزات عمركم ما شفتوها. وغادي نركزوا البنات هنايا على الحماله، وهذا البنات عن تجربه، راه البنات شي حاجه مجربه مني انا شخصيا، والبنات والله العظيم الا شي حاجه معجزه، وهذا كلام الله كما قلت لكم منزل من عند الله، ماشي انا اللي كنقوله. هذا واحد الاستغفار البنات، ولكن ديروه بالطريقه الصحيحه، ماشي كيما حنا متعودين. مثلا متعودين كنقولوا استغفر الله ولا كنقولوا بسم الله دخلنا شي بلايصه ولا بغينا نخرجوا، لا، هذا تخصصي ليه واحد نصف ساعه وتجلسي. ولكن البنات حنا عارفين العيالات ملي كتمشي عند الطبيب وما تحمل ودير شي دعاء وما تحمل، اولا تدير بزاف ديال الوسائل وما تحمل، كتجيها واحد الاحباط داخلي، يعني مثلا كتكون من الداخل ديالها رافض الحماله، وهذا شيء راه نفسي. اي حاجه كترديها لداخل ديالك راه كتوقع، سبحان الله العظيم. كتقولي انا ما تليش بغيت الولاده، عييت ومليت، كوني على يقين ما غاديش تولدي. كتقولي لا انا بغيت، انا راغبه، انا بغيت نولد، واخا مثلا محاولات فاشله وهذا، لا، كتبقاي مصره، وربي كما قال يحب العبد المصر، يعني تكوني مصره على هذيك الحاجه، كوني على يقين. اي حاجه راه ماشي غير الاولاد، كل حاجه تكوني مصره عليها، كوني على يقين ربي غادي يكتبها لك. اول حاجه تخلصي من الطاقه السلبيه اللي عندك الداخل، وديك الكلمه او داك الرفض اللي عندك الداخل، اللي انا الا درت هذه الحاجه ما غاديش نولد ولا هذا، لا، عكسيها وقولي مع راسك لا، انا ان شاء الله غندير هذا الدعاء وغادي نحمل وغادي نتقرب من الله، وغادي نصفي خاطري مع الله. صفيوا قلوبكم، يعني قلبك يكون صافي، وتكوني بين يدين الله نظيفه تماما، وفكرك وذهنك يكون نظيف تماما، وغتشوفوا البنات معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى القويه في هذا المجال هذا، اولا في هذه الحاجه. الله ديما معنا وديما معجزاته كاينين الحمد لله. المهم في هذه الناحيه البنات ديال الاولاد، وغادي نستجهد لكم بواحد الايه قرانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هي من سوره نوح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. شوفوا البنات، هذه الآية القيمة ديالها كلها خصوبة. الماء شنو هو؟ الماء وهو خير
وخضار وفواكه يعني شي حاجه ارض تولي معطاءه، يعني كتولد خصبه اموال. راه ماشي غير هذا، يعني راه غادي ماشي يعني غادي تنزل عليك من السماء، لا، ولكن ربي مثلا كيموجها العمل ولا موجها الخدمه، ولا بغيتي ديك الخدمه تنجحي فيها وبغيتي ديك الخدمه ترجع عليك بالنفع، سواء كانت تجاره ولا عمل ولا هذا، كتقولي هذا الاستغفار ربي كيسهل لك فيه. كذلك الولاد يمددكم ببنين، يعني يمدك، يعني يعطيك. عرفت شنو هو؟ راه يعطيك بدون توقف. ديك الساعه تولي تولدي ربي سبحانه وتعالى يعطيك بكاره ما بعد كرم. المهم هذه الايه البنات مهمه بزاف بزاف، وهي البنات مجربه، ومني انا خصيصا شي حاجه رائعه بكل معنى الكلمه. ولكن البنات كما قلت لكم تديروا هذا الاستغفار بنيه صادقه، وتصفي قلبك وتوجهي امرك الله وتسلمي نفسك الله، وتقولي انا ربي سلمتك نفسي، انا بين يديك، وتحيدي ديك الافكار وتحيدي ديك الوساوس الخايبه، وتوجهي بنيه صادقه. وكما قلت لكم ماشي غير الاستغفار مثلا غاديه ولا جالسه ولا هذا، لا، مثلا مراسله الجمعه من الاحسن ديروا هذا الدعاء، تكونوا يلاه يعني مشات منكم الدوره الشهريه وكتكونوا عايمين وغاسلين، وتكون نهار الجمعه وتجلسي وتخصي واحد نص ساعه وديريها طيله هذا الشهر، طيله الشهر، فين ما تصلي مثلا الظهر ولا المغرب ولا العشاء، الوقت ما اللي بغيتي خصي واحد نص ساعه، وكوني قلبك صافي ونيتك صافيه، وهضري مع الله، قولي ربي انا سلمتك نفسي وسلمتك هذا الامر، وما غاديش تردني خائبه. بحال كتهضري وهو معاك، واكيد هو معاك، يعني بحال كتشوفيه، تهضري مع بحالك انا سلمتك نفسي، فيا رب ما تردني خائبه. وقولي هذا الاستغفار، وهذا الرقم ديال 4 راه مقدس في القران، ديريها استغفار، ديريه 44 مره ياك، وحبسي وقولي هاد الدعاء ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وعاودي كريه ثاني 44 مره. قولي ثاني ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. هاد لا تذرني فردا وخير الوارثين ممكن ديرها غير 40 مره او 4 المرات بحالكم، بعد تعاودي الاستغفار 44 مره، قد اللي قدرتي عليه، قد اللي بغيتي وقد اللي قدرتي عليه. الله يجعلها ما تكون حتى 40 مره 50 مره انت جالسه وانت تدعي. ولكن البنات كما قلت لكم ضروري تكون النيه والقلب خالص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن بعد صلي واحد جوج ديال الركعات شكرا لله لانه عطاك ربي هاد الالهام، وعطاك ربي هاد النيه الصادقه، وعطاك ربي هاد الصفا في خلال داك اولا في ديك الفتره ديال الاستغفار، كتلقاي راسك مرفوعه على العالم سبحان الله بدون ما تشعري، ما تبقايش تفكري في حتى هي حاجه، كتستغفري وقلبك كيكون فائض بالحب وبالامال والله، ونيتك وفكرك وذهنك كيكون نقي لواحد الدرجه. انت الذات ديالك غادي شوف، انا دابا يعني الذات ديالي شعرت ولا ما تقشعر ليها الجسم ديالي، كتلقاي القلب ديالك والجوارح ديالك والذات ديالك صفات الله سبحانه وتعالى في ديك اللحظه. فصلي واحد جوج ركعات ولا 3 شكرا لله لانه اعطاك ديك القوه، وعطاك داك الصفاء الداخلي، وعطاك داك الصفاء الذهني والقلب والجسد، بحال انت بين ايدين الله، وانت اكيد بين ايدين الله، ولكن بحال كتشوفيه، يعني كتجيك واحد الشعور عجيب وغريب. وكوني على يقين في ذاك الشهر ان شاء الله غادي تكوني حامله باذن الله، باذن الله. وعد مني اي وحده بغات تحمل البنات دير هذا الاستغفار، والله العظيم كالسحر، شي حاجه ربي سبحانه وتعالى ما يوقفش عليك نهائيا، حتى انت كتقولي بركه. وهذا بتجريب ديال الناس وبتجربتي حتى انا، وهذه ايه صحيحه ماشي لا حديث ولا شي حاجه تقولي راه ماشي صحيح ولا ضعيف، لا، هذه ايه. ورجعوا سوره نوح وغادي تشوفوا.
وديروها بالشهر كامل. مثلا انا نويت هذا الشهر ان شاء الله باذن الله نقول مع راسي بغيت نحمل، بغيت هاد الوليد، خصوصا الا كان مستعصي عليك الامر كوني على يقين غادي يستجيب لك الله وغادي بغيت هاد الشهر نحمل، هاد الشهر ان شاء الله يكون عندي بيبي باذن الله. وبديت تستمري عليها لفتره الشهر. والله البنات غتمشي عند الطبيب ما تصدقيش نفسك، وهذا البنات عن تجربه كما قلت لكم، ما غتصدقوش نفوسكم، شي حاجه رائعه وليها مفعول كالسحر. وقبل ما نسالي معكم هذا الفيديو بغيت ندعي معكم واحد الدعاء، نقول لكل وحده يا رب كتمنى الذريه الصالحه وبغات وليد تفرح بيه وتهزو بين يديها، يا رب يا رب تعمر ليها كريشتها في هذا الشهر ان شاء الله، تفرح وتكون الصوره كامله مكموله، ويكون بار بك وبالوالد ديالو وبالعائله، وما يكونش عاصي ولا يكون جباره. يا رب يكون ذريه صالحه، داكشي اللي كتمنيه وتحققي فيها داكشي اللي بغيتي يا رب. معكم البنات في هذا الدعاء، يا رب تقبل دعاءنا يا رب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. باي باي.